عليكم ورحمة الله. إذا أحد عنده طفل أو طفلة عندهم مشاكل في النطق أو تأخر في النطق أو التأتأة، ينصح أنه الوالدين يقرؤون عليه الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 7 مرات، البسملة 7 مرات، الفاتحة 7 مرات، آية الكرسي 7 مرات، خواتيم البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض إلى نهاية السورة 7 مرات. أيضا تكرار قوله تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذه الآيات يكررها 7 مرات. ثم المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس 7 مرات. ثم أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة 7 مرات. هذه بعد ما تقرأها تنفث على ماء زمزم، ويشرب الطفل أو الطفلة من الماء هذا بشكل مستمر. ويا حبذا أنه الماء تكون كمية يعني جالونين 3، بحيث أنه يقرأ عليهم أو الأبوين يقرؤون عليهم. يعني ينصح أنه يقرؤون عليه على فمه بشكل مباشر يوميا. وأنا أنصح الأب إذا كان من الناس المواظبين على صلاة الفجر أنه يقرأ يوميا بعد صلاة الفجر على ابنه أو بنته بشكل مباشر. إذا كانوا نايمين ينفث عليهم، إذا كانوا صاحين ينفث على فمهم. الآيات هذه اللي أنا ذكرتها. كذلك ينفث يوميا على ماء زمزم لمدة 40 يوم. تمام؟ لمدة 40 يوم، وبإذن الواحد الأحد يفك الله عقدة